السلام عليكم. لخص مباراة الأهلي وباتشوكا. تمام. واللي هيكسب بقى هيقابل ريال مدريد. يعني النادي الأهلي ضيع من إيده الفرصة يا جماعة. بس هنيجي نتكلم في الماتش. ركز معايا، اللي اتفرج على الماتش يركز معايا كويس أوي، واللي ما اتفرجش هلخص لك الماتش كده سريعا، وهقول لك على نقط انت مفتقدها، هقول لك على نقط انت لازم تسمعها ولازم تعرف النقط دي كويس قوي، ولازم تعرف سبب المباراة والمباراة وصلتنا من فين ووصلت لحد فين، وكان لازم مين اللي يكسبنا المباراة، وكان لازم مين اللي يشوط في ضربات الجزاء. خليك معايا، يلا بينا. مبدئيا كده النادي الاهلي نازل بتشكيل محترم. الراجل اكرم توفيق ومروان عطيه عملوا كل اللي عليهم. الاثنين دول يا جماعه عملوا كل حاجه في الكوره بامانه. الراجل رامي ربيعه ماشي كويس. عندك بقى نيجي للخط اللي قدام. الخط اللي قدام طاهر وحسين الشحات. حسين الشحات مش كان اللي هو يا جماعه، وعندك وسام ابو علي مفتقد التهديف. نيجي بقى نتكلم في مجمل الماتش. الاهلي مستحوذ وباتشوكا يعني شكشوكه. باتشوكا شكشوكه بصراحه يا جماعه. باتشوكا ما جاش المباراه. يعني دي بقى اللي يقول لك ايه، اللي يضيع يستقبل، اللي يضيع هيندم وهيخسر. عندك الراجل كهربا نزل. نتكلم بقى على كهربا سريعه. كهربا نزل تحس ان هو كان مركز في ماتش تاني. كهربا نزل جات له كوره، الراجل بيرسيتاو يشكر. نجم الوقت اللي هو نزل فيه بيرسيتاو كان مسيطر على الماتش وكان نجم الماتش. الراجل نزل قطع كوره لعبها وخدها تاني وراح عمل اسيست عالمي لكهربا. انفراد بالجون بالظبط، يعني انفراد الراجل هيلم ويحط، لكن الراجل ذهنيا مش حاضر يا جماعه، مش حاضر، مركز في حاجه تانية. طيب عملنا كل اللي علينا والاهلي استحوذ والاهلي اداء وافضل من باتشوكا، لكن بقى هنا ضربات الترجيح لها راي تاني. يجي القدر انه يخلي باتشوكا تضيع اول ضربتين جزاء. يعني اول ضربتين جزاء ضاعهم وتمام التمام وزي الفل، والنادي الاهلي بقى خلاص بندور على مين اللي هيدخل يعني ياخد الترند، بندور على مين اللي هيدخل ياخد اللقطه. وتعالى بقى ايه، الاثنين الاولانيين ضاعوا. الراجل رامي ربيعه دخل ما شاء الله حطها، قفشه ما شاء الله حطها. نيجي بقى للنجم العالمي كهربا بقى اللي هيدخل ياخد اللقطه في الكره دي. خلاص اولا في التصنيف في ضربات الجزاء عمر كمال بيشوط قبل كهربا وكلنا عارفين. عمر كمال بيشوط رقم واحد، رقم اثنين، ده بالكتير قوي رقم ثلاثه. يعني يجي كهربا يدخل ما عليهوش ضغط، ضيعها، لسه لنا فرصه ثانيه علشان نجيبها. فعلى المعلم كهربا علشان يدخل ياخد اللقطه ويدخل ياخد الترند ويقول لك انا صاحب ضربه الجزاء اللي خلتكم تلعبوا ريال مدريد. تعالى يا معلم بقى اما نشوف. قام المعلم مضيعها زي ما احنا كلنا شفنا، وقام رايح حاططها في ايد الحارس زي الفل بزازاكه كده اي حد يصدها. تمام. نيجي بقى بعده عمر كمال اللي هو المفروض يشوط قبلها. الراجل دخل حطها بره خالص وبص للارض. يبقى فين بقى يا عم كولر؟ نقطة بقى صغيرة يا جماعة أطول عليكم. المفروض أنت يا عم كولر عايز تنهي مسيرة بيرسيتاو. عايز تقول لي للناس أنا صح، الراجل بيرسيتاو نزل عمل مباراة كبديل عالمية، والراجل دخل حط ضربات الجزاء بتاعته. ايه ده؟ ضربات ترجيح 100 100 يا عم. الراجل حطها في زاويه زي مش عايز اقول لك. فكولر من نوايا كولر ان احنا خسرنا الماتش. خلص الكلام. السلام عليكم.